السلام عليكم الأحباب، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد البسكوت أو كيك صراحة لذيذ بمذاق ديال جوز الهند أو الكوك. صراحة لذيذ وهشيش بزاف، وقلت علاش لا نشارك معكم اقتصادي وسهل. هنايا غندوز ناخد جوج بيضات، غادي نطربهم مع تقريبا كاس ديال ما عامرش كاس ما عامرش ديال السكر، سكر سنيدة، تقريبا واحد 180 غرام. ما كاملش كاس ديال العلبة، ما كاملش. وغادي نطربو مع البيض حتى نحس انه تجانسو. من بعد غادي نضيف واحد تقريبا نصف كاس ديال الزيت، ما نكترش الزيت. او الزبدة تقريبا 150 مليلتر. وغادي نطرب مزيان، وغادي نضيف نفس الكمية ديال الحليب او الياغورت، هي 150 مليلتر تقريبا نفس الكمية، نصف كاس. وغادي نطرب حتى نحصل على خليط متجانس. وكي كتشوفوا معايا غادي نضيف ليه واحد كاس ديال الكوك، وغنضيف ملعقة ديال الفانيلا او كيس ديال السكر ديال الفانيلا باش يعطيني يحيد لي الزفرة ديال البيض. وكاس ديال تقريبا كاس ونصف ديال الكوك او جوز الهند، 225 غرام بالغرام، 225 تقريبا كاس ونصف ديال الكوك. وغادي نخلط، ومن بعد غادي نضيف تقريبا نصف كاس تاع كاس كامل ديال الدقيق، و15 غرام ديال خميرة الحلوى، واحد كيس كامل تقريبا واحد ملعقة ديال ملعقة صغيرة عامرة جيدا ديال الخميرة ديال الحلوى. غادي نخلط المكونات كاملين، وغادي حتى نحصل على عجين متجانس. وغادي ناخذ مول ديال الزاج كي كتشوفوا معايا، غادي ندوز ليه شويه ديال الزبده بلا ما نزيد الطحين. الا كان ديال الزاج غير اكتفي غير بالزبده فقط. ممكن اضافه ديال الطحين، هنايا كنفضل انني نخليه غير بالزبده. كيخلي المنظر ديال الكيك زوين، كي كيجي مذهب. المهم غادي نضيفو، غادي ندخلو الفران اللي مسخون قبل على حراره متوازنه. كيف قلت الحراره تكون معتدله، متوازنه ومعتدله على 170 درجه. وغادي نطيبو من الفوق ومن التحت مده ديال 40 دقيقه حتى لنصف ساعه، 30 دقيقه. غادي نخرجو، غادي ندهنو بالمربى او العسل، ملعقه ديال العسل، وغادي ندردر عليه او نزينو بالكوك او جوز الهند المبشور. صراحه كيجي هشيش وبنين بزاف بالنسبه لهاد الوقيته اللي كيكون بارد شويه الحال في الخريف. صراحه كنحتاجو بحال هاد البسكوتشوت او الكيك باش ندوزو بهم قهوه او اتاي. تمنينا الاعجاب ديالكم. صراحه ما كاين ما سهل من الوصفه هذه، ورخيصه بالنسبه اقتصاديه. فقط تحتاج البيض ومكونات اللي كيكونوا متواجدين عندنا في المطبخ. نخليكم في امان الله. لك ان تظن ان الله تعالى سينساك او ان الله تعالى سيتخلى عنك. اعلم يقينا بانك ان كانت الاخره همك فان الله تعالى سياتيك بدنياك وبرزقك اليك. وقد ذكر الامام ابن القيم الجوزية رحمه الله حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام يفرق فيه بين من يكون سعيدا وبين من لا يكون سعيدا. قال: من كانت الآخرة همه، هذا هو السعيد الذي يعمل للآخرة، يهيئ لها أسبابها، يعمل الصالحات، يؤدي الواجبات، يقوم بالعبادات، يصلح قلبه، ينقي سريرته، يمتن علاقته مع إخوانه. هذا الذي يعيش السعادة على الحقيقة. هي القناعة، فالزمها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن. فقل لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ ماذا أخذ من الدنيا؟ ما أخذ شيئا. قال: من كانت الآخرة همه
جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله. وجمع الشمل ها هنا لا يعيش الإنسان التمزق بحيث أن اهتماماته تتوزع يمينا وشمالا وظاهرا وباطنا، ويراوغ هذا ويكيد لهذا ويغصب من عند هذا ويكذب على هذا ويضرب هذا بهذا. هذا الذي تتوزع همومه. أما من كانت الآخرة همه فإن الله يجمع له شمله. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: